النبي صلى الله عليه وسلم بكفر فهو كافر، وهذا التكفير عام لا تكفير خاص. أنت إذا قرأت القرآن وبدأت من أول صفحة في سورة البقرة، يعني ثاني صفحة ثالث صفحة، ترى أن الله تعالى حذر كثيرا من المنافقين. يعني تكلم آيتين عن الكفار وتكلم 13 آية عن المنافقين. لماذا؟ لأن النفاق مبطن والكفر معلن. الحركة النفاقية كانت في بلاد فارس على أشدها، يعني أكبر حركة نفاقية في التاريخ هي في بلاد فارس. حرفوا الإسلام وصنعوا لنا تشيعا. هذا التشيع لا يعلن عن مقاصده وإنما يتستر. عقائده تأخذ المصطلحات الإسلامية ولكنها مفرغة من محتواها. فلا العقيدة هي العقيدة اللي جاء بها القرآن والسنة، ولا العبادات هي العبادات، ولا الأخلاق هي الأخلاق، ولا الأحكام هي الأحكام. ويأتي شيخهم الشيخ الشيعي ياسر الحبيب مستشار هيئة خدام المهدي الشيعية ليقول: عائشة أول امرأة إرهابية في التاريخ الإسلامي. إن رميهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها أول إرهابية في التاريخ، هذا إن دل فإنما يدل على دين القوم ويدل على أخلاق القوم، ويدل أيضا مع كونه دلالة واضحة على دينهم، يدل أيضا أخي الحبيب على أن هؤلاء المدعوين بأنصار آل محمد ما هم بأنصار لمحمد ولا لآل محمد. فآل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم الأزواج بنص القرآن ونص السنة، وبقول جماهير إن لم أكن أقول هذا إجماع من أهل اللغة أن الآل يدخل فيهم أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لمثل هؤلاء الناس كلمة واحدة: اتقوا الله في ديننا، واتقوا الله في أمهات المؤمنين، واتقوا الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شهر فبراير من عام 1979 جاء الخميني أو جاء به من فرنسا بطائرة فرنسية من باريس إلى طهران ليقيم ثورته البائسة حسب قول دكتور موسى الموسوي أحد علماء الشيعة. فلما أقام دولته قال إنه يدعو للوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ونصرة الإسلام، لكن ما حقيقته وماذا كان يعتقد؟ فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو إخبار عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كنت أحب ألا يلقى هذا الكلام على مسامعي ولا على مسامع الناس، وإنما نقول إنه لا يجوز لمسلم أن يصف أحدا بسوء ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بشروط خاصة. الشرط الأول أن يثبت عليه ذلك بيقين، وأن يعود عليه وعلى المسلمين فائدة من ذكر ذلك، وأن يكون ذكر ذلك أمام القضاة عند الشهادة أو في مجالس الصلح أو لتحذير الناس منهم.
وكل ذلك لم يكن في هؤلاء الصحابة ولا في غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. وما زلنا نرصد الحرب القذرة ضد أم المؤمنين، حرب طائفة كاملة ضد أفقه نساء الأمة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. مفسر الشيعة المعتمد لديهم العياشي قال في تفسيره عند تفسير قوله تعالى حكاية عن النار لها 7 أبواب، يؤتى بجهنم لها 7 أبواب، والباب السادس لعسكر، وعسكر كناية عن عائشة رضي الله عنها كما زعم علامتهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار. ويصر العالم الشيعي العياشي على الإساءة إلى أحد أركان البيت النبوي وهي السيدة عائشة، حيث يقول في تفسير قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال عائشة هي نكثت إيمانها. من طعن في عرض أم المؤمنين عائشة هذا نرميه بالكفر، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو راد للكتاب وراد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعلن الله عز وجل فيها، وكذلك أعلن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة عرض أم المؤمنين عائشة مما رماها به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لكن إلى أي مدى وصلت هذه الحرب المفتوحة بكل أسلحتها القذرة؟ العلاقة بين الطعن في الصحابة وفي عرض رسول الله عن طريق الطعن في أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الإسلام. وصدق الإمام مالك رحمه الله عندما قال إن هؤلاء أقوام أرادوا أن يطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطاعوا ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقولون رجل سوء كان له أصحاب سوء، رجل سوء كان له أصحاب سوء. فهم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرأوا على ذلك لأنهم يعلمون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. هذه الكلمة قالها أيضا عبد الله بن مصعب لما سأله المهدي ما رأيك في أقوام يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين؟ قال يا أمير المؤمنين هؤلاء هم الزنادقة، هؤلاء هم الزنادقة، ما استطاعوا أن يصرحوا بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا أصحابه. إذا أراد حاخام الصهيوني يعيش في تل أبيب أن يكتب كتابا كاملا للطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام قاصدا التطاول على عرضه الشريف، وأخذ يفكر بتأليف أكاذيب ومفتريات موضوعة للنيل من أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يجد أفضل من كتب علماء الفكر الدخيل المعاصرين والماضين، وكذلك محاضراتهم ودروسهم العلمية من فضائياتهم أو دور عبادتهم. إنه فكر لا يرى أمامه عدو إلا ثوابت العقيدة ويحاربها باسم أهل البيت، وآل البيت براء من هذا الكفر براءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام. إنها بالفعل طائفة ضد امرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج السنة والجماعة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الحرب الطائفية
صرح رجل الدين الشيعي شيخهم ياسر الحبيب بفتوى لم يسمع المسلم أشنع منها في وقتنا الحاضر، حيث قال هذا المجرم: والظاهر عندي أن عائشة كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتمام رسول الله بها وانشغاله بالعبادة،